الطفل اللي بيتعرض للتنمر بسبب ضعف السمع. كتير من الاطفال اللي عندهم ضعف سمع بيتعرضوا لمواقف صعبه في حياتهم اليوميه. ممكن صاحبه في الشارع او جاره يضحك عليه علشان مش بيرد بسرعه او مش فاهم السؤال من اول مره. الموضوع مش هزار، التنمر ده بيأثر على نفسيته جدا، بيخليه منطوي ومش عايز يندمج مع اصحابه، وده ممكن يفضل مأثر عليه طول عمره. واهم حاجه انكم تتكلموا مع ابنكم وتسمعوه وقولوا له انكم فاهمين شعوره. ما تلوموش عليه ان هو مختلف، العيب مش فيه، العيب في اللي مش فاهمه. خلوه يحس ان هو مميز، شاركوه في انشطه يبين فيها شطارته، والاهم واجهوا المشكله من جذورها. حل ضعف السمع موجود ومش صعب، كل ما اتاخرتم في الحل كل ما ثقتهم في نفسهم قلت. في الصفوه للسماعات الطبيه بنقدم لك حلول تناسب كل طفل علشان يعيش حياته زي باقي اصحابه من غير ما يحس ان هو مختلف. تواصلوا معانا دلوقتي وخلي ابنك يسمع ويضحك من قلبه. استنونا في الحلقه الجايه، هنشوف ازاي رجوع السمع بيرجع الضحكه ولمه العيله.